يا مدير بالراحه عليا شويه، كفايه ضغط عليا بقى. ايوه يا بابا، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا ابنك. انا زهقت منك، انت مقصر معايا ومع عيالك. هو انت ليه بقيت نايمان طول الوقت بعد الاكل كده؟ مش عارف، باكل وبحس ان انا بعديه عايز انام. انا هكلم الدكتور يشوفك. هاي يا دكتور طمني. عنده مقاومه انسولين عاليه، وده اللي بسبب الخمول، وطبعا عنده دهون على الكبد. وده خطر؟ لو كمل حياته بالطريقه دي، المرحله اللي بعد مقاومه الانسولين هي السكر. الاكل الوحش وقله الرياضه هيدمروني. معلش، عشان مشاكل الحياه والاكتئاب اللي عندك عشان كده بتاكل. الاكل الوحش وصحتي اللي بتبوظ دي مش هتعرف تخليني اواجه المشاكل، وهتجيب لي اكتئاب اكتر. طب ايه الحل؟ الحمد لله يا عمر، خسيت وبقيت بتبتسم. الحمد لله، حاسس انها ترد فيا الروح والحياه بقت حلوه. الحياه حلوه بس المشاكل اللي في حياتك لسه زي ما هي. صح، بس دلوقتي اعرف اواجهها وانا جامد ومحافظ على صحتي. الصحه دي نعمه من عند ربنا، وواجب ان احنا نحافظ عليها.